السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحديث كما قلت لك، هنا بعض طلبة العلم والدعاة الصغار صراحة يحذرون من الشيخ عبد الهادي العميري. طيب ماذا يعني يحذرون؟ أنا أريد أن أقول يحذرون من ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يا أخي من هؤلاء طلبة العلم يعرف كيف يعرفون عبد الهادي حتى يحذروا منه؟ كيف عرفوا؟ هل أذكر لك أسماء بعضهم؟ أي اذكر لي من أين هم؟ مثل من إندونيسيا، من أمثال لا هاني بن بريك اليمن عدن. على كل حال كل واحد أنا أقول سواء كان هاني بن بريك أي واحد، إذا قال أحد يفعل كذا لابد يعني يذكر فعله أنه بس كلمة عامة بأنه يدافع عن الباطل أو كذا. هذا ما هو يا أخي. أنت قلت أنه يدافع عن الباطل، ما هو الباطل حتى يخبرنا حتى نحذر منه أيضا نحذر منه. الذي نعرفه أن الأخ عبد الهادي الحمد لله رجل سلفي عقيدة وغيرة، وبحمد الله تبارك وتعالى ليس مقلدا لأحد، بحيث إذا قال كلمة أي واحد لا أنا ولا أي واحد ما يقبل إلا بالكتاب والسنة. هذا الذي أعرفه أنا، وقد زاملني في دروس الحرم حوالي 12 سنة كاملة بارك الله فيك، فأنا أخبر به. أما إذا كان أحد يقول أنه يدافع عن الباطل ويدلنا ما هو الباطل الذي يدافع، ويحاسب كل واحد منا لسانه الذي يسأل أنت أما يصدر منه عند الله تبارك وتعالى. على خاني بريك أنا ما رأيته وما أعرفه، لكن سمعنا أنه جزاه الله خير من الناس الذين يقومون بالدعوة ويذهبون إلى بعض الحزبيين. هذا الذي أيضا وصلني ورأيت أن مما يعني رأيت من أعماله. فالناس الآن الله المستعان في حرج ومرج، فكل واحد يتكلم في ثاني. فأنا أريد خاصة ودافع. أنت تسمع مني؟ نعم. ألو؟ نعم اسمعك. خاصة ودافع عن الأخ عبد الهادي أنه الحمد لله سلفية العقيدة وسلفية الغيرة، غيرته سلفية الحمد لله. نعم، لا يعني يوافق كل واحد فيما يقول، ولذلك ربما يخالف بعضهم مع بعض فيتكلمون، ونرجو من الله أن يهدي الناس كلهم إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا بس. وأنت ذكرت هاني بريك، نعم من الممكن أن يكون تكلم عبد الهادي على هاني بريك، لأنه أنا أذكر أنه كان ذهب إلى في تبوك إن ناس الذين هم كما يقولون إخوانيين وكذا، ربما غضب على هذا. فنعذر كل واحد، لكن نقول لا نسقط عبد الهادي إن شاء الله من الخير. حياك الله. جزاكم الله خير، حفظكم.